هنتكلم عن كل هذه الامور مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو استاذ محمد غنيم الخبير السياحي. استاذ محمد صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على مصر جميعا، صباح الخير. قبل ما نتكلم بشكل عام عن السياحه بناخد تعليق سريع كده من حضرتك على بعض الاخبار اللي كانت معانا. والحقيقه كان اول خبر حمله ترويجيه لسياحه اليخوت تحديدا، وحابين نعرف يعني تعليق حضرتك على النمط ده وازاي اهتمام مصر بيه في الفتره اللي فاتت. هو طبعا هو موضوع جميل جدا، وتسليط الضوء عليه موضوع مهم جدا، لان احنا عندنا حاجه اسمها سياحه اليخوت. سياحه اليخوت دي ليها برامج ترفيهيه وليها برامج مائيه وليها رياضات خاصه، وخاصه احنا كان عندنا مهرجان لسه قريب اللي هو بتاع اللي هو مهرجان اليخوت الدوليه، كان معمول عندنا هنا في شرم الشيخ. وموضوع مهم جدا وتسليط الضوء عليه من الحكومه ده كويس جدا جدا، لانه هو برضو يعتبر من ضمن المقاصد السياحيه اللي بتروج لترويج السياحه في مصر يعني. لان احنا عندنا مدن سياحيه، وعندنا اماكن سواحل مفتوحه وحلوه ومناظر طبيعيه وجميله، ومع طبعا تطوير المدن السياحيه اصبحنا بقينا عندنا سواحل وشواطئ تقدر